هذه الحفرة التي حفرها الإرهابيون كملجأ لهم داخل هذه الغرفة الخلفية. طبعا هذه هي ملاصقة هذه الغرفة للجامع، ولكن هي عبارة عن ورشة خياطة كما تتابعون. يقيمون ويحفرون الحفر بين الأبنية لسرعة انتقالهم بين مكان أو من مكان إلى آخر. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا الشارع هو شارع جامع الهدى الملاصق تماما لحيكلة العلوم، وكما تتابعون هذا هو شارع الخزان الأرضي في منطقة سيف الدولة. شو عملوا هون؟ كسروا الباب الروضة ودخلوا لجوا. دخلوا على الروضة. ايوه. روضة الأطفال. طبعا ايوه. بركزوا شوية بنص ساعة، ضلوا اثنين هون بعدين راحوا حاولوا راحوا. بس اجى الجيش الحمد لله رب العالمين، ارتحنا نحن. يعني ارتحنا نفسيا. بس هذا هو. ودخل الجيش حسينا بالاطمئنان، حسينا بالامان، يعني بصراحه يعني فرفح قلبنا. يعني طلعنا هيك كانوا عمال بيخوفونا، حتى بالجوامع صار يدخلوا ويخطبوا بطريقه غير دينيه. نحن بنعرف يعني الاسلام خطبه الجمعه بتكون طبيعيه، مو بتكون بتحرض على الفتنه، بتحرض على تخريب البلد. شفت منهم واحد منهم دقنه طويله ولبس لك مقلبيه ومثل هدول باكستان، شغل باكستان شفتهم، وشغل تركيا من تركيا جايين. هلا انا جاي من هنيك ضربوا علي بالقناصين 3-4 مرات. جيت الزيق جاي هون على بيتي انا. معدي من هون، انا بيتي هون، واقف على البلكونه عم نسمع الاشتباك ومنزيع عيني عم بتناوق. معدي الزوزاكي عم بقول له لابوه لا تلف من هون، من قلب الزوزاكي دخلت الطلقه صابته في وجهه، والدم هون والجار مسح الدم هون من ما كان لا في جيش ولا كان في شيء. قناصه دخلت من هون من الحاره. انا من هالمنطقه هي، وحابب اقول كلمتين ثنتين. شكرا كثير للجيش العربي السوري، لانه فعلا حرر الارض اللي كانت الارهابيين مدنسين هي المنطقه كلها بالاجمع. الله ينعنهم وينعن رئيس قطر. حابب اوجه واللي داعم هالارهابيين واردوغان هو وحكومته الفاشله، حابب اقول لهم الله ينتقم منكم اشد انتقام. وشكرا للجيش العربي السوري اللي حمانا ونصرنا. إلى الطغاة الإرهابيين القتلة المجرمين الذين باعوا شرفهم وضميرهم وعرضهم وأرضهم ووطنهم، نقول لهم لن ينالوا من عزيمة الجيش العربي السوري البطل ولا من شعبه العربي السوري الشريف، والنصر لسوريا إن شاء الله. وكل عام وأنتم بألف خير. عيدت بابا؟ إيه الحمد لله الحمد لله. كيف أمورك بابا؟ تمام؟ الله يخلي لي إياك يا رب. الله يسلمك بابا، الله يخليك. رحت على الألعاب مع مدينة الألعاب بابا؟ إيه تمام. خبرنا كيف الأوضاع؟ كويس الحمد لله الحمد لله. هاي أهم شيء. طمنا على الأولاد أهم شيء، وعلى العائلة وعلى الأهل الحمد لله. الأمور هناك ممتازة بالشام. طيب. الحمد لله. أنت بحلب وهم بدمشق، من حلب ماذا تقول لهم؟ أول شيء بعيد بترحم على كافة شهدائنا في الجيش العربي السوري، عسكريين ومدنيين، وبعيد أهالي الشهداء بالدرجة الأولى. أهالي حلب الطيبين، أهالي حلب ما في أطيب منهم. اللي ريحنا نحن بحلب، اللي ريحنا بحلب بمقاومة هالإرهابيين وطردهم وقتلهم، هن الأهل. تعاون الأهالي بشكل وثيق وبدون مجاملة. الأهالي كان إلهن النسبة الأعظم في الدلالة على الإرهابيين وملاحقة وقتل في أوكار.